أهلا بكم في فيديو جديد، سلسلة الغرز السهلة وفي نفس الوقت دي غرزة من تكرار سطر واحد. يلا بينا نشوف غرزتنا النهاردة هتكون ايه. الغرزة بتاعتنا النهاردة اسمها ايريس ستيتش او بالعربي عندنا غرزة الصدفة. الغرزة من تكرار سطر واحد، ده شكلها. انا هنا اشتغلتها الخيط ده إليز ديفا بلس، ورقم اللون اللي انا اشتغلت بيه العينة الاولانية اللي هشرحها لكم 375. الخيط ده حلو جدا في المفارش وبرضه في الهدوم، الحاجات الصيفي وممكن حاجات خفيفة اللي هي بتبقى ما بين الشتاء والصيف اللي هي في الخريف، يعني حاجات كده، وعلى حسب طبعا الغرزة وشدة ايدك. استخدمت معاه هنا، بيقترح عليا هنا في الكروشيه من 3 ل4. انت ممكن تختاري 2.5 3.5 4، وممكن لغاية 5. يلا بينا نشوف الأدوات والطريقة. أنا هشتغل بخيط إليس ديفا بلس، الرقم اللي أنا هشتغل بيه 303، وهو هنا بيقترح عليا في الإبر الكروشيه من 3 ل4. هشتغل لكم بإبرة رقم 4 علشان التصوير ويبقى في شرح أسهل. الغرزة دي من مضاعفات العدد 4، يعني 4 زائد 4 زائد 4، ونخلص العدد اللي احنا عايزينه ونشوف هنبتدي أول سطر ازاي. طبعا كل الدروس الأساسية هسيبها لكم فوق في الآي وتحت في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت تحت. هنا أنا عملت 16 سلسلة، هقرب لكم شوية بالشكل ده كده. علشان ابتدي أول سطر هرتفع 3 سلاسل بمثابة عمود، وبعد كده هلف الخيط على الإبرة علشان ابتدي غرزتي في السلسلة رقم 5 من بعد الإبرة اللي هي 2 4، وفي ال5 هشتغل في السلسلة واشتغل فيها غرزة الصدفة بتاعتي اللي هي مكونة من غرزتين عمود بلفة، سلسلة، غرزتين عمود بلفة. طبعا هي في الأول هتبان لكم واسعة شوية، بس بعد كده لما تكملوا بقية السطر هتظبط معاكم. بالشكل ده كده. بعد كده هنلف الخيط على الإبرة من غير أي مسافات، هنسيب 3 سلاسل وندخل في السلسلة رقم 4 ونكرر غرزة الصدفة بتاعتنا اللي هي مكونة من 2 عمود بلفة، سلسلة 2 عمود بلفة. وطبعا فكرة الصدفة إنها بغرزة عمود أو غرزة نص عمود على حسب الباترون اللي انتي بتشتغليه. أنا هنا بشتغل لكم الأساس، الحاجات الأساسية اللي بعد كده نقدر نغير فيها ونعدل فيها على حسب مستوانا في الكروشيه عامل ازاي. والتكرار بتاعي هيكون ان انا بسيب 3 غرز واشتغل في الرابعة غرزة صدفة اللي هي مكونة من غرزتين عمود بلفة، سلسلة، غرزتين عمود بلفة. هكمل بقية السطر وارجع لكم نشوف اخر السطر هنقفله ازاي. علشان تتأكدي ان انتي ماشية مظبوط وان العدد بتاع التكرار بتاعك صح، هتلاقي ان بعد ما تعملي اخر صدفة بيتفضل عندك او بيتبقى عندك غرزتين، غرزة مسافة وغرزة هتشتغلي فيها غرزة عمود بلفة. هتسألي سؤال اللي هو ازاي نفس الحاجة، لان احنا هنا لما ارتفعنا 3 سلاسل في أول السطر حطينا كمان عليها غرزة اللي هي سلسلة المسافة، بقوا 4 غرز، واشتغلنا في السلسلة رقم 5 أول صدفة عندنا. علشان كده هتلاقي إن أول السطر زي آخر السطر.
وفي حيلة أو فنيات من فنيات الكروشيه اللي احنا بنشتغلها. لو انت حسيتي ان الشغل بتاعك بدأ يبقى زي كده واخد تعرجات، بتشتغلي بإبرة أكبر من اللي انت هتشتغلي بيها الغرزة درجة أو درجة ونص، تعملي منها سلسلة البداية بس، وبعد كده تشتغلي غرزتك بنفس الإبرة اللي انت هتشتغلي بيها. هترتفعي 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة، ده التكرار بتاعي، وهتفضلي تكرري نفس السطر ده طول الغرزة. نفس الفكرة، 3 سلاسل، هنلف الخيط، هنشتغل في السلسلة مسافة اللي هي في الفي أو في الصدفة، هنشتغل فيها صدفة تانية اللي هي مكونة من غرزتين عمود بلفة، سلسلة غرزتين عمود بلفة. فهتبقى هنا أسهل إن انتي تعرفي مكان الغرزة وتشتغلي فيها على طول، وهنا مش هتعدي أول سطر بس عشان تأسيسي، فبتعدي الغرز وبتسيبي مسافات مناسبة عشان يبقى السطر بتاعك وتأسيس الغرزة وأساس الغرزة مظبوط بالشكل ده كده. هنا هشتغل الفي اللي بعدها، هلف الخيط من غير أي مسافات، فوق كل صدفة هشتغل صدفة اللي هي غرزتين عمود بلفة وغرزة سلسلة وغرزتين عمود بلفة. طبعا الغرز دي تنفع لمشاريع كتير قوي، كوفيات، بطاطين، شيلان. اهم حاجة محدش يغلط يدخل في مثلا ما بين العمودين او حاجة، لا، هي السلسلة المسافة او الكيرف اللي في الحرف بتاعنا بتاع الغرزة هو ده اللي هندخل فيه ونعمل غرزة الصدفات بتاعتنا بالشكل ده كده. هكمل هنا السطر معاكم. هنا دي الغرزة بتاعتي، وهنا ده المسافة اللي هي السلسلة، هي دي اللي أنا هشتغل فيها غرزة الصدفة الجديدة. يعني الصدفة المسافة اللي فيها هي اللي هشتغل الصدفة الجديدة بتاعتي فيها، اللي هي مكونة من عمودين بلفة وغرزة سلسلة عمودين بلفة بالشكل ده كده. تبقى صدفة فوق كل صدفة. وطبعا علشان أظبط الحافة بتاعت عدد السلاسل بتاعتي بشتغل في السلسلة رقم 3، 1 2 3. هنا 3 من الارتفاع، مش مجموع العدد اللي هو كان 4، 3 من الارتفاع علشان تظبط معايا الشكل بتاعي بالشكل ده كده. انا هوريكم بعد كذا سطر بس بلون مختلف. هنا بعد ما ارتفعت عدد من الاسطر بس اللون مختلف بتاع الخيط اللي انا اشتغلت بيه، هنا انا هكمل بقية السطر علشان اوريكم شكلها في الاخر. بدخل في فراغ الصدفة، هو ده اللي بشتغل فيه الغرزة بتاعتي، الصدفة الجديدة اللي هي مكونة من 2 عمود سلسلة مسافة و2 عمود بلفة. كل الدروس هسيبها لكم فوق في الاي وتحت في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. هكمل للاخر وبعدين هشتغل غرزة عمود بلفة في الاخر في السلسلة، علشان هوريكم ازاي دلوقتي في الاخر علشان اظبط الشغل بتاعي. انا هنا دخلت في ارتفاع السلسلة الثالثة، سحبت الخيط واشتغلت غرزة عمود بلفة عادية علشان يطلع في نفس الشكل كده، علشان يطلع خط مستقيم بالمنظر ده كده. بالشكل ده كده. ودي غرزة الصدفة بتاعتنا اللي بيسموها الايرس ستيتش.
أتمنى إن الفيديو كان سهل وواضح وبسيط وشرحه كل الناس تقدر تفهمه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد بنزله. أشوفكوا الفيديو الجاي على خير.